السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين واجمل اخوات، يا رب تكونوا بخير. وزي ما احنا عارفين، من اجمل واطعم واحلى الصوصات اللي ممكن نقدم بيها اي وصفة هو صوص الشوكولاتة. فالنهاردة هنعمل صوص الشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية ومش عايز مكونات كتير. بربع كوباية زيت بس هنعمل كمية حلوة جدا من صوص الشوكولاتة، تقدروا تدخلوه في كل الوصفات اللي بتحبوها. وبعد ارتفاع سعر الخامات حرفيا ده اسهل واسرع واطعم صوص شوكولاته ممكن تعملوه، وكمان مش بياخد غير دقيقه تحضير واحده بس. يعني تقدروا تستخدموه لاي وصفه بيدخل فيها صوص الشوكولاته، سواء كان تورت او جاتوهات او بانكيك. اي وصفه بتحتاج لصوص شوكولاته الصوص ده بيسد فيها. بصراحه من سهوله الوصفه مش عارفه ان انا اشرحها لكم بكلام. فيلا بينا كده من غير كلام كتير ندخل على طول في الوصفه ونشوف المقادير. مبدئيا كده هنحضر الصوص بتاع النهارده في كبة الخلاط، وهقول لكم ليه قدام في الفيديو. جبت الكبة الجميلة بتاعتي وحطيت فيها ربع كوباية من الزيت ونص كوباية من الحليب وتلت كوباية من السكر ونص معلقة صغيرة من الفانيليا، وضربتهم كويس في الكبة لغاية لما ادوني القوام ده. هو ده قوام الصوص. لو عايزينه اسمك من كده تقدروا تزودوا كمان ضربتين 3 في الكبة. لو عايزينه اخف من كده تقدروا تضيفوا مية او حليب. وبيكون هو ده قوام الصوص، ولما بنحطه في التلاجة بيتقل كمان شوية عن كده. ميزة الصوص بتاع النهاردة ان احنا لما بنحطه على الكيك بيتم ثابت كده، مش بيسيح او الكيك بيشرب. وكمان طعمه غني، طعمه حلو جدا ومن غير ما نستخدم ولا قطعة شوكولاتة. في نفس الكبة اللي عملت فيها الصوص الابيض نزلت بتلت كوباية من السكر وعليهم نص كوباية من الحليب، وياريت الحليب ده يكون مغلي. وكمان نزلت عليهم بربع كوباية من الزيت. وتقدروا تستخدموا اي كوب متوفر عندكم، لكن الكوب اللي هتعايروا بيه كل المكونات. ضفت عليهم كمان معلقتين كبار من الكاكاو الخام. ونوعية الكاكاو هنا هي اللي بتفرق معاكم في لون الصوص. انا استخدمت النهاردة معلقة من الكاكاو الخام الاسباني ومعلقة من الكاكاو اللي بالحليب. تقدروا تستعملوا 2 من الكاكاو اللي بالحليب او الاتنين كاكاو خام. وهو ده قوام الصوص. تقدروا تخلوه اسمك من كده او اخف من كده زي ما قلت لكم. لو عايزينه اسمك بنضربه ضربتين زيادة، ولو عايزينه اخف بنضيف عليه شوية حليب او شوية مية. يبقى كده عملنا صوص شوكولاتة ابيض وبني طعمه حلو جدا، وكمان مدينا لمعة ومش بياخد غير دقيقة واحدة تحضير على البارد، ومش بياخد مكونات كتير، سهل جدا وطعمه حلو جدا. كمان تقدروا تعملوا الصوص بتاع النهاردة في شفشق الخلاط او الهاند بلندر، لكن لو عملتوه في كبة الخلاط بيديني نتيجة هايلة جدا جدا. قوام وكمان مش بياخد زيت كتير علشان يوصل للقوام ده، ومش بيحتاج ان انا انزل بالزيت سرسوب صغير، بحط كل المكونات مرة واحدة. وما تنسونيش من اللايك والاشتراك لو استفدتوا من الوصفة.